ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم طريقه عمل محشي البدنجان والكوسه والفلفل على اصوله ني في ني. هنجيب رز وهنغسله طبعا، طماطم مبشوره، خضره عباره عن كزبره وشبت، بصل متقطع، صلصه، فلفل اسود، نعناع على حسب الرغبه، زيت، ملح. طبعا بنجيب خرط الكوسه، مش بنرميه علشان خاطر ده بنحطه في قعر الحله وبنحطه عليه كزبره وشبت وبصل، طبعا بيدي طعم جميل جدا للمحشي. تعالوا معايا شوفوا الطريقه. تعالوا بقى يا جماعه معايا نشوف الطريقه كده هنعمله ازاي، خلطه المحشي الجميله بتاعتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البصل اللي احنا مخرطينه طبعا، وهنحط عليه شويه ملح، ومعاه الفلفل الاسمر بتاعنا. طبعا احنا مش هنحط الخضرة عليه كده، لا، لازم الاول ندعك البصل مع الملح كويس، علشان ده بيدي طعم جميل جدا لخلطة المحشي. ندعكوا البصل مع الملح والفلفل الاسود. في ناس بيحبوا يبشروا البصلة، مفيش اي مشكلة، بتبقى جميلة برضو. خلاص احنا كده ايه، دعكنا البصل اهو بالفلفل الاسمر والملح. هنحط بقى الرز. ننزل بالخضرة، والطماطم، معاها معلقتين الصلصة، نجيب النعناع. النعناع ده طبعا بيدي ريحة جميلة جدا للمحشي. بسم الله. نحط الزيت، نقلب بقى الخلطة بتاعتنا كده، وبكده الخلطة بتاعتنا بتكون خلاص كده جهزت. ما فضلش بقى اللي احنا ايه، نروح جايين حاشين البدنجان والفلفل والكوسة. دلوقتي بقى هنحط اهوت في قعر الحلة خرط الكوسة اهو، تمام، عليه الكزبرة والشبت والبصلة، معاه رشة ملح وفلفل اسمر كده زي ما انتم شايفين، ونقلب الخليط كده كله في بعضه. اهو زي ما انتم شايفين اهوت كده اهو. دلوقتي يا جماعه واحنا بنحشي اهو البدنجان اهوت. بسم الله. احنا بنحب نجيب البدنجان لا هو صغير ولا كبير، بنحب نجيبوه وسط كده، بيبقى جميل بصراحه. وانتوا بقى بتحشوا البدنجان والكوسه والفلفل، ما تكبسوش الحشو قوي، علشان خاطر تدوا فرصه للرز يستوى. استنوا بقى معايا لحد ما تشوفوا الشكل النهائي. كده يا جماعه احنا حطينا المحشي بتاعنا اهوت على النار،
هنمرقه بقى بشويه شوربه عليها شويه معلقه سمنه بلدي كده اهوت. طبعا انتوا بتظبطوا ملحها. وبكده يا جماعه ده الشكل النهائي للمحشي بتاعنا، وبألف هنا وشفا. سلام عليكم.